السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير قلب اللوز بالتفصيل. يجي هاي الكيمه تاع المحلات. اول حاجه هنا راح نجيب سنيوه اللي راح نطيب فيها. راح نوريكم كيفاش راح تهزوا القياسات على حساب السنيوه تاعكم اللي راح تطيبوا فيها. هنايا عندي سميد تاع قلب اللوز راح نفرغه في سنيوه كيما هكا. راح نبسطو بيديه على كامل السنيوه اللي راح نطيب فيها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد راح نحفر كيما هكا بصبعي. لازم يكون عمق تاع السميد كيما هكا حوالي نص سنتيم. من بعد راح نجيب اي كأس. المهم هذا الكأس لازم يكيلكم 6 كيلات تاع السميد من الكمية اللي حطيتوها. راح نبدا نكيل فيه دوكا بهذا الكأس. لازم يكون 6 كيلات كيما قلت لكم. هذه الكيلة الاولى، لهنا هذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة، وهذه الكيلة الرابعة، وهذه الكيلة الخامسة، واللي بقات راح نفرغها. راح تجيني الكيلة السادسة، يعني 6 كيلات كيما قلت لكم. هذا الكأس اللي كيلتو به السميد هو اللي راح تكيلو به جميع المكونات. اول حاجه هنا راح نديرها هي الشاربات. راح ندير 3 كيلات تاع السكر بهذا الكأس، وراح ندير 6 كيلات تاع الماء مع طرونج تاع حبه قارص. راح نخليهم يغلوا فوق النار. بعد ما يبدا يغلي راح نحسب له حوالي 20 دقيقه وراح نطفي عليه. قبل ما نطفي عليه راح نضيف له شويه تاع مزهر ومزهر كونسونطري. لهنا راح نبدا نخلط في المكونات الجافة مع بعض. راح نفرغ هذاك السميد في وعاء كيما هكا، وراح نضيف له 3 كيلات تاع السكر بهذاك الكأس اللي كيلنا به. كيما قلت لكم تبقاو تكيلوا به جميع المكونات. هذه الكيلة الاولى، هذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة. راح نزيد هنايا سكر لافاني، وشويه برك تاع خميره الحلوى على رأس تاع المغرب صغيره. راح نخلط المكونات كيما هكا. ندخل هذاك السكر في السميد بيديا بهذه الطريقه. لهنايا نسيت ما قلت لكمش تزيدوا نص مغرف صغيره تاع الملح. نبداو ندخلو في المكونات كيما هكا. لهنايا راح نخلط المكونات السائله. عندي هنايا كاس تاع اللبن، تقدروا تعوضوه بالحليب ولا ياغورت ناتور. انا استعملت هذا اللبن تاع القرعه. راح نزيد نضيف عليها كأس تاع الزيت، يعني بنفس الكأس اللي قلت لكم كيلو به. راح نضيف هنايا دون من نص تاع ماء الزهر. راح نضيف عليه ماء زهر كونسونطري، وراح نضيفه للمكونات ونخلط. لهنايا راح نضيف المكونات السائلة للمكونات الجافة اللي خلطناها. راح نخلطه كيما هكا. لهنايا تخلطوه باليد كي بهذه الطريقة، يعني كيما تفتحوا الطعام، ما تعجنوهش.
كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. دوك راح نفرغو ونوزعو في سنيوة كامل اللي راح نطيب فيها بهذه الطريقة. ما تضغطوش عليه، غير من الفوق بهذا الشكل. راح نحاول نعدلو بيدية. من بعد راح نبدا نعدل فيه كيما هكا بلا ما تضغطوا عليه. وراح نجيب هنايا مغرف وراح نرطبه حتى يولي بهذا الشكل. من بعد هنايا راح نقسمها لهنايا، ما توصلوش الموس للقاعدة نتاع السنيوة، غير من الفوق. تقسموه بهذه الطريقة. لهنا عندي حبة تاع اللوز، راح نغرسه كيما هكا، ومن بعد راح نضغط عليه بهذه الطريقة باش كتيب من بعدها ما يتنحاش. لهنا بعد ما كملت راح نخليه يرتاح حوالي 20 دقيقة، ومن بعد راح نحطه يطيب. راح نشعل له النار غير من التحت، نخليه يطيب من التحت حتى يحمر في الجوانب، ومن بعد راح نشعل له النار من الفوق ونخليه يطيب حتى يحمر، ومن بعد نطفي عليه. لهنا قلب اللوز راهو طاب، راح نبدا نسقي فيه بالشربات، طبعا تكون بارده. راح نسقيه هو سخون. كما راكم تشوفوا هنايا راهو يشرب في الشربات بالخف، معناها قلب اللوز تاعكم راهو ناجح 100%. هاوليكم قلب اللوز كيفاش جا بعد ما شرب العسل تاعو. لهنايا راح نقسمه لكم وراح نحطه في صحن تقديم وتشوفوه. هاوليكم قلب اللوز في صحن تقديم، يجي بزاف هايل كيما اللي تباع في المحلات. شوفوا هنايا القوام تاعو كيفاش يجي خفيف وبزاف بنين. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو خليولي لايك، واللي مش مشتركات اشترك في القناه وتفعل الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.